هو في نقطه، بس انا اعتقد ان القياده قريب، وده راي شخصي، اي كلمه بقولها ليا ده راي شخصي ليا، مش راي نابع من اي اتجاه او اي معلومه من اي حته. تمام. انا فقدت هذا المصدر من ساعه ما خرجت. تمام. ان قريب قوي هيحصل دمج ما بين الانتاج العسكري، انا اتمنى ده، والانتاج المدني، عشان يحصل دمج ما بين الادارتين، ترجع الانضباط للاداره المدنيه تاني. تمام. واتمنى يكون ده قريب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للارهاب، طبعا الوجع السيد على المساحه الهجوم الغاشم على مسجد الروضه. طبعا. مش شايف ان العمليات الارهابيه بتنجح في كل مره واثرها بيبقى شديد جدا على المجتمع المصري؟ هو قبل ما اعلق على سؤال حضرتك، خلينا نقول البقاء لله، نحتسبهم البقاء عند الله والدوام لله. نحتسبهم عند الله شهداء باذن الله، باذن الله. ويكون مثواهم الجنه، ويكونوا عايشين في دنيا الخلد. احنا معانا أحسن دلوقتي مننا. حضرتك شوف معانا ده فيديو مسجد الروضه. طبعا. بصي، اثار الدماء في كل حته جوه المسجد، مش اثار تفجير، ده اثار انتقام. ده مش زي ما شهود العيان قالوا ان كان- هم دخلوا عليهم ملثمين لابسين لبس الجيش ومعاهم آلي، وحصل ضرب بار بي جي، وبداوا يضربوا ضرب عشوائي، فبدات الناس تموت بالطريقه اللي حضرتك شايفاها، دم في كل حته جوه المسجد، اكيد منظر بشع يعني. في كل حته. ويمكن ده بيفكرنا طبعا بالكنيسه. طبعا. يعني هنا بنقول ان مفيش فرق ما بين دم مسلم ودم مسيحي، ده اكيد. زي ما حضرتك احنا كلنا سمعتي. مصريين. طبعا.